أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد السراج المنير صلاة مطلقة جامعة لكل خير دافعة لكل شر، وعلى آله وصحبه وسلم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي، من يعتصم بك يا خير الورى شرفا، الله حافظه من كل منتقم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم احجبني وقناتي عن كل حسود عارض ظالم، واظهرني لكل محب مسلم طيب مناصر. وأخرست بالأسماء قوما تكلموا بسر جلال الذات فالكل أخرست، وأوقفت أيدي الضاربين ومن بغى بهيبة أسماء الجلال وما حوت، وأبطلت سحر الساحرين ومكرهم بعزة قهار به السحر أبطلت. السلام عليكم أحبابي في الله. وما هذه السلسلة إن شاء الله غادي نبداوها بركات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حل الأزمات. فإن شاء الله غنديروا هذه السلسلة بإذن الله تعالى، ستكون من 40 حلقة نذكر فيها مكروبين كثر وكربهم كانت مختلفة، فرج الله تعالى عنهم ببركات الصلاة على النبي. وأسأل الله العظيم أن تكون هذه الحلقات مباركة وهذه السلسلة مباركة، ويفرج بها الله تعالى هموم خلق كثير. فنحن في زمان صعب كثرت فيه المشاكل والابتلاءات والغلاء، والناس أصبحت لا ترحم والعياذ بالله إلا من رحم ربي. فإخواني الكرام، أقدم لكم كنوز الصلاة على النبي من خلال القصص ناس فرجت عنهم الصلاة على النبي. فعظموا هذه القصص وتبركوا بما فعلته الصلاة على النبي لهم من إيجاد الحلول الإعجازية. فأخي أختي، أيا كانت أزمتك وأيا كان مرضك وأيا كان عداء الآخرين لك، ضع كربتك أمام عينيك وصلي على النبي قدر المستطاع 100 مرة في الصباح أو 100 مرة في المساء أو 10 مرات بعد كل صلاة أو 20 مرة بعد كل صلاة قدر المستطاع. فمن رحمة الله تعالى في الصلاة على النبي أنها مأذونة للجميع ومطلقة، يعني أنت تذكر قدر استطاعتك. المهم تعظيم الصلاة على النبي إخواني الكرام، لأن الله تعالى صلى على النبي وملائكته الكرام صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمرونا بالصلاة عليه. فهنا سر عظيم جدا في بركات الصلاة على النبي. أنا شخصيا صراحة مررت بأزمات لا يتخيلها إنسان، وكان الحمد لله السلاح الذي أواجه به ولا زلت وسأواجه به كل أزمتي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو الصلاة على النبي. عظموها إخوان حتى تتحرك روحانياتها معكم، فإنها تغنيكم عن كل شيء وعن كل الخلائق وعن كل الأنام وعن كل الأذكار. وإن أضفت إليها أذكارا أخرى فإن الصلاة على النبي إخوان الكرام هي المحرك لتلك الأذكار، هي روح تلك الأذكار، كأنها القطب أو النقطة التي تدور عليها دائرة تلك الأذكار. فسنبدأ بقصة حدثت لي، يعني أبدأ معكم بقصة حدثت لي مع الصلاة على النبي، كربة عظيمة جدا، وفرج الله عني كربتي ببركة الصلاة على النبي. وقبل أن أبدأ القصة إخواني الكرام، هذه القناة مباركة جدا اسمها قناة الإنسانية 676. قناة الإنسانية بمعنى أي إنسان يعني يشعر بأن في داخله إنسان، يشعر بأن في داخله إنسان وليس شيطان، فسيستفيد من هذه القناة وستكون بركة له في دينه ودنياه، في حياته وبعد مماته. وأي إنسان
لا يشعر في داخله أنه إنسان، فنسأل الله له الهداية حتى يترقى إلى مرتبة الإنسان، حتى يستطيع أن يستفيد من قناتي. يعني أطلب منكم التسجيل في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم الجديد، وخيرات وبركات هذه القناة فهي لكم، وكنت قد بدأتها منذ زمان وتوقفت لحكمة يعلمها الله، وشاء الله الآن أن أعود إليها، وأسأل الله تعالى أن يوفر لي الإمكانيات والقوة والجهد للاستمرار فيها وإغنائها وإثرائها بما يفيدكم. ففعلوا زر الجرس وضعوا إعجاب حتى ينتشر الفيديو، وشاركوه بين أصدقائكم، وشاركوا بركة الصلاة على النبي بين أصدقائكم حتى تعم الفائدة. فلعل هذا السبب الذي نوقده من نور ينتشر ويعم ويكون تفريج لأناس كثر مغبونين بإذن الله تعالى. ففي يوم من الأيام سأبدأ بقصتي. في يوم من الأيام شاء الله أن أذهب لأستقر في مدينة طنجة المباركة، طنجة العالية، وأنا لست من أبناء مدينة طنجة. المهم ذهبت إلى مدينة طنجة وأصبحت غريب في مدينة طنجة كالغرباء الذين يكونون في المدن الأخرى. وكانت لي زوجة يعني لا تعمل ولم تكن لها تجربة في العمل مسبقا، وكان ابني صغير يعني تقريبا قرابة 2 سنين. ولما ذهبت إلى طنجة سبحان الله العظيم لكي أعمل، أن الحمد لله لدي شواهد ولدي تجارب في العمل وكذا، فلما ذهبت إلى مدينة طنجة ما هي إلا تقريبا أيام قليلة جدا يعني أصبت بمرض في كليتي، الله المستعان. يعني أصبحت كليتي تؤلمني، واكتشفت أن فيهما حصوة أو حصوتين، وحكم أنني لم أكن في مدينة ساحلية، يعني كنت في مدينة غير ساحلية، ولما ذهبت إلى تلك المدينة الساحلية لم أتأقلم مع الجو، يعني فكأنني أصبت بالضيق في صدري، يعني صعب علي التنفس، وأصبت بحساسية في صدري وفي عيناي. المهم مرضت سبحان الله مرضا شديدا، بالإضافة إلى أنه أصابني مرض شديد في أمعائي، اضطرابات قوية في الجهاز الهضمي، لا أدري ماذا أصابني، كأنه سحر اختلط مع مرض عضوي، اختلط مع تغيير الجو مع الغربة، واستأجرت منزلا وتلزمني مصاريف وهكذا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الصلاة على النبي، ووجدت نفسي في ضائقة مادية صحية، في غربة لا أعرف أحدا ولا أتكلم بلهجتهم ولا أعرف مناطقهم، حتى بدأت أتعرف على المنطقة فأصابني هذا الأمر. والأيام تمر بسرعة، ومصاريف استئجار المنزل والكهرباء والماء تتبعني، وحليب الإبن ومصاريف المنزل. فالمهم قررت بأن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصفة مطلقة حتى يجد لي الله تعالى مخرجا من هذا الأمر. فاحتسبت الأجر عند الله تعالى، وطلبت من الله تعالى أن يغفر ذنوبي بهذا الابتلاء، وأن يزيل همومي، وأن يجعلني أقوى مما كنت. فهذه آداب يجب أن يتحلى بها الإنسان في كل ابتلاء يقع فيه، ويعظم الله تعالى ويعظم حكمته، ويعرف بأن ما أصابه خير. وطلبت الله أن يريني الخير من هذا، وأن يرفع عني هذا الأذى، وهكذا تحصنت حتى لا يدخلني إبليس. وطلبت الله مغفرة الذنوب بذلك المرض، وأن يقويني عليه، وأن يرفع عني تلك الحالة. ثم بدأت أصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنية أن يشافيني الله تعالى، وأن يرزقني من خزائنه التي لا تنفد، وأن يفرج عني كربتي. فوالذي لا إله إلا هو سبحان الله، يعني بدأت الصلاة على النبي، فتقريبا في اليوم السابع بدأت تنفرج. يعني أرشدنا الله تعالى إلى دواء بخصوص ضيق الصدر،
وهو كان بثمن يعني بسيط جدا. ذهبت إلى الصيدلية، التقيت تلك فتاة هناك، تحدثت معي بشكل جيد، جزاها الله كل خير، وأرشدتني إلى دواء شربته فبدأ صدري ينفتح سبحان الله. المشكل الأول أزاله الله تعالى. المشكل الثاني أرشدني الله تعالى إلى أمر فعلته في عيني، بخصوص عيني، سبحان الله ذهبت حساسية العين. وكان أمر بسيط جدا أرشدني الله تعالى إليه في المنزل، يعني بعض الترتيبات في الفراش، سبحان الله قمت بها، ألهمني الله تعالى إياها في قلبي ببركة الصلاة على النبي، ذهبت حساسية العين. ثم كان يعني كيف أجد موارد لدفع أجرة الكراء والمصاريف وأنا لازلت غريبا في مدينة طنجة ولا أعرف أحد، وحتى لكي أذهب إلى الشركات وأقدم السي في الخاص بي يلزمني مصاريف ويلزمني مال، والإخوة الذين في طنجة يعرفون هذا ويعرفون